السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جمعة وحياة طيبة مباركة لحضراتكم جميعا. فلا يزال الحديث موصولا مع فكرة بلوغ الأشد، واليوم مع جملة قرآنية تكررت مرتين. قال مولانا جل جلاله فيها: ثم لتبلغوا أشدكم. مرة في سورة الحج: يا أيها الناس، والخطاب للناس جميعا، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومن سورة غافر الله تعالى قال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. فالمعنى المباشر، الدلالة المباشرة لقوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم، أنها معطوفة على ما قبلها، وهذا يعطينا ملمحا أنها سلسلة في حياة الإنسان منذ خلقه الله تعالى من تراب وإلى أن يستقر في مثواه الأخير بين يدي رب العالمين في الجنة أو في النار والعياذ بالله. وقد عنون شيوخنا وعلماؤنا لهذين الموضعين عنوانا أنه مراحل خلق الإنسان كدليل على قدرة الله تعالى على إحياء خلقه بعد موتهم للحساب والجزاء، المعاد، البعث للحساب والجزاء. وليست هذه الآيات وحدها هي صاحبة هذه الدلالة على قدرة الله تعالى، بل إن هناك آية أو مجموعات من الآيات، كل مجموعة تحت عنوان. مثلا تجد مجموعة من الآيات تتحدث عن الخلق الأول. الله تعالى يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لما ذهب أمية بن خلف إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام بقطعة من العظام البالية وفركها بين أصبعيه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما رم وبلي؟ قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: نعم، يحييها ويحييك ويدخلك النار. ثم الله تعالى يقول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذا نوع من الآيات يتحدث عن الخلق الأول. ثم هناك نوع آخر أو مجموعة أخرى من الآيات تتحدث عن قدرة الله عز وجل اللامحدودة. قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن الله عز وجل يتحدث عن الخلق الأول، يتحدث عن قدرته اللامحدودة على قدرته على بعثنا، على بعث خلقه للحساب والجزاء. ثم يجد علماؤنا مجموعة أخرى من الآيات تتحدث عن إحياء الأرض بعد مواتها. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ثم يقول مولانا: كذلك، أي مثل ذلك، كذلك الخروج. والله جل جلاله ضمن في قرآنه الكريم ما يصل إلى ثلث آيات القرآن الكريم حديثا عن قدرته عز وجل على البعث وعلى المعاد وعلى حساب خلقه ومجازات كل على أعماله. ولا تجد حديثا في القرآن الكريم عن الإيمان بالله تعالى إلا وقد قرنه الله تعالى بالإيمان باليوم الآخر. ليس ذلك فحسب، ولكن الله جل جلاله جاء لنا بأمثلة تقرب لنا الفكرة، بأمثلة واقعية حكاها القرآن الكريم تقرب لنا الفكرة وتؤكدها لنا.
مثلا أصحاب الكهف. ثم بعد ذلك تجد عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. ثم بعدها ببضعة أسطر أو بأسطر قليلة تجد حديثا عن سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن أي اجمعهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم نجد الله جل جلاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن الكريم 3 مرات على أن البعث حادث لا محالة. قال الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويقول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. ثم نجد الله تعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ثم الله جل جلاله جعل هذا البعث للحساب والجزاء دليلا على عدله سبحانه وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أي محضرا أيضا ولكنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. الله جل جلاله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اقترفوا وارتكبوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا سواء محياهم ومماتهم أي محيا هؤلاء محيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمحيا الذين اجترحوا السيئات محياهم كمحياهم ومماتهم كمماتهم ساء ما يحكمون. والله تعالى قال ولا يظلم ربك أحدا. فاستعد أخي الحبيب، نحن أموات لا محالة، نحن مقبورون والقبر أول منازل الجنة. نخشى أن يقابلنا الشجاع الأقرع والعياذ بالله أو أن تكون قبورنا حفرا من حفر النار والعياذ بالله. فليؤدي كل منا ما عليه من حقوق لرب العالمين وليؤدي كل منا ما عليه من حقوق لعمله يتقنه ويؤدي خدمته للخلق وللناس على أحسن ما يكون ويحتسب حسن صنعته عند الله عز وجل وليؤدي ما في عنقه من واجبات من حقوق مادية. إذا كان عندك إرث لإخوتك وأخواتك إن كنت ظلمت أحدا إن كنت تجاوزت أو تعديت بلفظ أو بيدك أو بكذا أو بكذا الآن قبل الغد سدد ما عليك الآن فإننا موقوفون بين يدي الله جل جلاله. استعدوا ولنستعد جميعا وندعو الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.